السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. حقيقة أنا سعيد جدا بحضوري اليوم بينكم في حفل تخريج الصحفيين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورهم وأن يفتح لهم أبواب الخير. حقيقة فلسطين والمغرب توأمان، رغم محاولات تزييف التاريخ ورغم محاولات تزييف ذاكرة الأمة، إلا أن ارتباط المغاربة بفلسطين هو ارتباط عميق وارتباط كبير وارتباط قديم. فمنذ عهد صلاح الدين الأيوبي ومع فتح فلسطين كان للمغاربة بصمة واضحة في هذا الفتح، وكان حارة المغاربة وباب من أبواب المسجد الأقصى اسمه باب المغاربة. فالعلاقة قوية وقديمة، مهما حاولوا أن يلعبوا فيها، مهما حاولوا أن يبثوا سمومهم هنا وهناك. هذه العلاقة هي علاقة حب كبير. حقيقة المغرب منذ القديم وهو يقف إلى جانب القضية الفلسطينية التي هي أعدل قضية في العصر الحديث. هذا الوقوف ليس من باب فقط أنها قضية عادلة أو أنها قضية إنسانية، بل هو ارتباط أعمق. أنا كلما أقف مع المغاربة يسألونني عن المسجد الأقصى. بينهم وبين المسجد الأقصى حب عميق، الكل يريد أن يذهب إلى هناك، إلى المسجد الأقصى، الكل يريد أن يصلي هناك. فعندهم فهم عميق. ارتباطهم هو بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ارتباطهم هو بالبقعة التي باركها الله سبحانه وتعالى وبارك من حولها. امتد دعم المغاربة للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وفي كل المناسبات. ومن الدعم الذي نراه والذي هو ملموس هو دعم القدس ودعم ساكنيها عبر مؤسسة أو لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده بنصره. هذا الدعم هو دائم حتى يصمد أهل القدس في أماكنهم وفي منازلهم. الدعم هو من كافة الشرائح، من الصحفيين، من عموم الشعب، من المواطنين، من الحكومة، من البرلمان. الكل يدعم فلسطين وأهلها، كل في موقعه وكل في مكانه. أنا من هذا المكان أتقدم بالشكر الكبير للمغرب ملكا وحكومة وشعبا. حتى ما لا يعرفه المغاربة، هذه الانتصارات التي تحققها غزة مؤخرا، فللمغرب بصمات واضحة فيها. فلدينا في غزة جالية مغربية كبيرة هي أيضا تشارك في هذا النضال وتشارك
في صنع الانتصار. المغرب حاضرة دائما مع فلسطين، المغرب حاضرة بحبها الكبير وباحتضانها. إن سيروا القوافل يكون في مقدمتها، وإن سيروا السفن يكون ضمن المشاركين فيها. فهذا المغرب الذي تربطه علاقة وطيدة بفلسطين أنا أعيشها كل يوم في المغرب، أعيش هذا الحب من أبناء المغرب، والذي أجده حبا صادقا عميقا كبيرا. وأختم كلمتي هذه بقولة للزعيم الراحل أبو عمار الذي قال فيها: وغدا سيرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق مآذن المسجد الأقصى، ويرونه بعيدا ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.